أعلن افتتاح الجلسة العامة غير الرسمية التي تعقدها الجمعية العامة بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية في إطار متابعة القرار 66/253 والمؤرخ في 16 من شباط فبراير 2012. دعوت الأمين العام للأمم المتحدة معالي السيد بان كي مون ومعالي السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية معالي السيد كوفي عنان والسيد إيفان سيمونوفيتش الأمين العام المساعد مفوضية حقوق الإنسان لتقديم إحاطة إلى الأعضاء بشأن هذه القضية الهامة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بكم ترحيباً حاراً في هذه الجلسة. معالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، معالي السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي السيد كوفي عنان المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، السيد إيفان سيمونوفيتش الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، أصحاب السعادة المندوبون الموقرون، السيدات والسادة، يتزامن اجتماعنا اليوم مع لحظة مأساوية يتعرض لها الشعب السوري. فقد شهد يوم 25 و26 من مايو مجازر مروعة وأعمالاً وحشية في منطقة الحولة، ويوم أمس في القبير قرب حماه راح ضحيتها عشرات الرجال والنساء والأطفال دون سن العاشرة، وجرح المئات حيث تعرض المدنيون للقتل المتعمد جراء إطلاق النار من مسافات قريبة وقتل متعمد بوسائل متعددة من قبل عناصر موالية للنظام. كذلك قصفت المدفعية والدبابات التابعة للحكومة أحياء سكنية أخرى. ومن جانبي فإنني أدين بأشد العبارات هذه الجرائم المروعة والوحشية. السيدات والسادة، إن العنف في سوريا لا يزال مستمراً، ولا يمكننا أن ننكر أن ثمة ضحايا أبرياء يموتون يومياً في انتهاك سافر وجسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأود أن أستشهد بكلمات المفوضة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في 1 يونيو الجاري، والتي وصفت هذه الأعمال بأنها قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية الأخرى، وقد تكون مؤشراً على وجود نمط من الهجمات الواسعة النطاق أو المنهجية التي تنفذ ضد السكان المدنيين دون أن يتعرض مرتكبوها للعقاب. كما كررت المفوضة السامية لحقوق الإنسان دعوتها لمجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. إن هذه الجرائم تستلزم إجراء تحقيق دولي يتسم بالشفافية والاستقلالية والحيادية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكابها. وفي هذا الصدد
أود الترحيب بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في 1 يونيو الجاري، والذي طلب فيه من لجنة التحقيق القيام على وجه السرعة بإجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل دون قيود، كما أتطلع من جانبي إلى الوقوف على نتائج التحقيق التي أعلنت الحكومة السورية عن إجرائه. السيدات والسادة، تطلع الجمعية العامة بالمسؤولية المناطة بها فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا بموجب ولايتها التي نص عليها الميثاق فيما يتصل بالسلم والأمن الدوليين، إذ تقدم الجمعية العامة للمجتمع الدولي في هذا الصدد آلية فعالة في لحظات الجمود التي قد تصيب الأجهزة الأخرى. ففي 16 من فبراير الماضي اعتمدت الجمعية العامة القرار 66 على 253 الذي نص على تعيين المبعوث الخاص المشترك لكل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تنفيذاً عملياً لما نص عليه الفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي 5 من إبريل أدلى المبعوث الخاص المشترك بإحاطة أمام الجمعية العامة خلال جلسة غير رسمية، وذلك لعرض خطته المؤلفة من 6 نقاط. ومن خلال تلك التدابير تطلع الجمعية العامة بدور يتكامل مع دور مجلس الأمن الذي سبق وأن اعتمد القرارين 2042 و2043 وأيد بموجبهما خطة النقاط ال6، وأنشأ بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا التي تم نشرها على وجه السرعة. ولا يفوتني في هذا الصدد الثناء على شجاعة وتفاني مراقبي البعثة الأممية في سوريا، وكذلك التأكيد على ضرورة أن يكون ضمانة سلامة هؤلاء المراقبين وأمنهم أولوية قصوى. وفي نفس السياق أود الإشارة إلى قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي تم اعتماده في الدوحة في 2 من يونيو الجاري، ودعا فيه مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك السيد كوفي عنان في إطار زمني محدد، بما في ذلك فرض تطبيق النقاط ال6 التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، كما ونص القرار على إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. السيدات والسادة، يتعين علينا أن نجد وسيلة لإنهاء العنف والأزمة الإنسانية وتيسير عملية التوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية. لذا فإنني أحث جميع الدول الأعضاء على الاتحاد في التعاون مع المبعوث الخاص المشترك والضغط على الحكومة السورية وجميع الأطراف الأخرى بضرورة وقف العنف بجميع أشكاله والتوصل إلى حل سلمي وعاجل لحل هذه الأزمة. وختاماً، نحن بحاجة إلى إجراء نقاش صريح معني بتحقيق منجزات فعلية بشأن سوريا، كما يجب أن نتحرك على وجه السرعة فحياة عشرات الآلاف من السوريين واستقرار المنطقة بات على المحك، كما أن مصداقية هذه المنظمة باتت هي الأخرى على المحك. ونظراً لخطورة هذا الوضع فقد وجهت لكم الدعوة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية،
والمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمناقشة هذه الأزمة الخطيرة. والآن وقبل أن أعطي الكلمة للأمين العام للأمم المتحدة، أدعوكم للوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح المدنيين الأبرياء الذين لاقوا حتفهم جراء هذه الأعمال الوحشية في سوريا. أعطي الكلمة الآن للأمين العام للأمم المتحدة معالي السيد بان كيمون. صاحب السعادة السيد ناصر عبد العزيز الناصر رئيس الجمعية العامة، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالترحيب بأمين عام جامعة الدول العربية صاحب السعادة نبيل العربي والمبعوث الخاص المشترك صاحب السعادة كوفي أنان. تتوحد قوانا في لحظة حزينة جلل، فالوضع في سوريا لا زال ماض في التدهور، ويبدو أن كل يوم يحمل معه المزيد من الفظائع، من اعتداءات على المدنيين مرورا بانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، وصولا إلى توقيفات الجماعية والتعذيب واغتيال أسر بأسرها. وعلى مر أشهر توضح أن الرئيس الأسد وحكومته فقدا الشرعية، فمؤخرا حصلت المجزرة في حولة وتشكل خير برهان على ما أقول، فالنساء والرجال وحتى الأطفال قتلوا عن مسافة قريبة، وبعضهم قطعت أعناقهم وسحقت جماجمهم. ويشير سيل الدماء إلى المسؤول عن هذه الأفعال، فأي نظام أو قائد يسمح بمقتل المدنيين فقد إنسانيته الأساسية. وتفيد تقارير الأنباء اليوم عن جزيرة جديدة في القبير وكفر زيتة، وتشكل هذه التقارير تقارير صادمة ومروعة، فقد أحيطت قرية وطوقت على يد القوات السورية، وأطلق النار على المدنيين الأبرياء الذين قضوا حرقا أو طعنا بالسكاكين. وحرم مراقبو الأمم المتحدة الوصول إلى هذه المنطقة، ويعملون الآن على الوصول إلى مسرح المجزرة، وقد علمت منذ دقائق بأنهم فيما يحاولون الوصول فقد أطلق النار عليهم بالأسلحة الصغيرة. وقد واصل المتظاهرون السلميون بشجاعة في دعوتهم إلى الكرامة والحرية، ولكنهم غالبا ما سددوا حياتهم ثمن مطالباتهم هذه. ونرى أدلة قليلة تفيد بأن الحكومة السورية ترقى على مستوى الالتزامات التي قطعتها بموجب خطة النقاط الست التي أقرها مجلس الأمن منذ أكثر من شهرين. وكثيرة هي عناصر المسلحة التي يؤسفنا أنها حملت السلاح وأعلنت عن أنها لن تحترم المخطط بعد الآن، والنظام والمعارضة لم يتمكنا من الالتزام بأي حوار سياسي حق، ما يجعل التشخيص خطرا بمكان. وكلما طال هذا النزاع كلما تعثر السبيل إلى السلام وحلول المصالحة، ويتعين على الأسرة الدولية أن تسلم بهذا الواقع وبأن تعمل بوحدة المقصد والإرادة.
فأولوياتنا تبقى واضحة، أي وقف العنف وحماية الشعب السوري وحقوقه وتسليم المساعدة الإنسانية إلى من يحتاجها والمضي قدما بحل سياسي ينهي الأزمة. حضرات السيدات والسادة، تبقى خطة السيد أنان حجر الزاوية في هذه الجهود، ونواصل دعم خطته من خلال خطوات متينة تضمن الامتثال به. وفي الوقت نفسه ونظرا إلى تدهور الوضع، أرحب بنقاش دولي أعمق بين الأطراف صاحبة الشأن الأساسية بشأن كيفية توخي المزيد من الفعالية في الخطوات التي ننتهجها. لا أحد بوسعه أن يتنبأ ما ستؤول إليه الأحداث في سوريا، وعلينا أن نكون مستعدين لكافة الاحتمالات، وعلينا أن نكون مستعدين لنرد على سيناريوهات كثيرة ممكنة. فجيران سوريا في المنطقة يتحملون مسؤولية قصوى، ولذا فإن هذه الجمعية أقرت مقرر جامعة الدول العربية بغية تعيين مبعوثنا الخاص المشترك. ويؤسفني أن حكومة سوريا لم تؤيد هذه الولاية المزدوجة ورفضت دخول نائب المبعوث الخاص المشترك القدوة كجزء من فريق التفاوض، فهذا غير مقبول، ويتعين على السلطات السورية أن تصوب الوضع فورا. وأود أن أعرب عن عميق تقديري سعادة الأمين العام العربي على عمله الدؤوب وعلى التزام جامعة الدول العربية بمساعدة شعب سوريا في تحقيق تطلعاته السياسية المشروعة التي حرم منها على مر زمن طويل. وأيضا أود أن أسلم بالجهود الاستثنائية التي بذلها المبعوث الخاص المشترك لا عبر جهوده الدؤوبة من أجل تحقيق مصالح شعب سوريا فحسب، بل أيضا من خلال دعم بعثة المراقبين في سوريا. فمراقبون الشجعان يعملون بتفان فائق في ظروف عسيرة وخطرة جدا، فهم أعين الأسرة الدولية وآذانها، ويشهدون على أسوأ الفظائع. فعندما ذبح المدنيون الأبرياء في الحول منذ أسبوعين، بلغوا بالوقائع بموضوعية ومن دون انحياز، ويتعين علينا أن نسلم بالمخاطر التي تبادرهم في عملهم. ولذا معرفة منا بهذه المخاطر لابد من أن لا نألو جهدا من أجل إنهاء القتل والتقدم على مسار الحل السياسي الذي ينهي الأزمة. سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، كما حذرنا المبعوث الخاص المشترك فإن سوريا تمر بمنعطف هام، ونحن أيضا فسوريا والمنطقة يمكن أن ينتقلا من شفير الهاوية إلى الهاوية، ومخاطر الحرب الأهلية الكاملة فعلية وحقيقية. ولذا فأنا أدعو الرئيس الأسد إلى تطبيق خطة 6 نقاط من دون قيد أو شرط وفورا. وأدعو الرئيس الأسد إلى إتاحة أمام بعثة المراقبين بأن تنجز عملها بأمان ومن دون تدخل أو ترهيب. وأدعو السلطات السورية إلى إعطاء أفرقة الأمم المتحدة الإنسانية إمكانية العمل بحرية، فأكثر من 1 مليون مدني في حاجة إلى المساعدة، وأكثر من 100,000 لاجئ سوري في البلدان المجاور في حاجة إلى المساعدة أيضا. وأخيرا أدعو كافة الدول الأعضاء إلى ممارسة القدر الأكبر ممكن من تأثير من أجل مساعدة المبعوث الخاص المشترك على النجاح في مهمته الفائقة الأهمية. فكل يوم يموت المزيد من الأشخاص، وكل يوم يجبر الكثيرون على مغادرة ديارهم، وينبغي إنهاء العنف على يد النظام وعلى يد المعارضة المسلحة. أنا أوان انتهاج الأسرة الدولية عملا موحدا وشجاعا باسم إنسانيتنا المشتركة. شكرا. على إحاطته. أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية. شكرا سيادة الرئيس.
السيد الرئيس، هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها أمام الجمعية العامة منذ انتخابكم رئيسا لها، لذلك يسعدني أن أتقدم لكم ولدولتكم قطر الشقيقة بالتهنئة الحارة على ثقة المجتمع الدولي، وأن أعرب عن تقديري للأسلوب المتميز الذي تديرون به أعمال هذه الدورة للجمعية العامة، وأتمنى لكم التوفيق في مهامكم في ظل هذه الظروف الصعبة. وأود التقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي السيد بان كي مون أمين عام الجمعية الأمم المتحدة على كل ما يقوم به من جهود حثيثة للتوصل لحل لهذه الأزمة الطاحنة. وأتقدم كذلك بالشكر والتقدير لمعالي السيد كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والذي يبذل هو وفريقه الكثير من الجهود، وأرجو لهذه الجهود أن تنجح. السيد الرئيس، لقد اتخذ مجلس وزراء جامعة الدول العربية قراراً في الثاني من هذا الشهر بشأن تطورات الموقف في سوريا، وطلب مجلس الجامعة إبلاغ كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن بالموقف العربي وبالرؤية العربية للخطوات المطلوبة للخروج من هذه الأزمة في سوريا، ولوقف حالة التدهور السريع الذي تشهده سوريا، خاصة في ضوء استمرار الحكومة السورية في اتباع سياسة الحل الأمني واستمرار القوات النظامية وغير النظامية في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد المدنيين السوريين، وآخرها المجزرة البشعة التي وقعت بالأمس في مزرعة القبير بريف حماة. أعمال العنف مستمرة في تلبيسة وأحياء مختلفة من محافظة حمص، وذلك في خرق سافر لتعهدات الحكومة السورية بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة السيد كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولقراري مجلس الأمن رقم 2042 و 2043. السيد الرئيس، لقد مضى على اندلاع هذه الأزمة أكثر من 15 شهراً الآن، والتحدي المطروح للخروج من هذه الأزمة يتمثل في البحث عن السبل الكفيلة لتحقيق أولاً الوقف الفوري والكامل لأعمال العنف والقتل التي يذهب ضحيتها الأبرياء من أبناء الشعب السوري. ثانياً وضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية والتغيير السياسي بالوسائل السلمية. وفي هذا السياق اسمحوا لي أن أستعرض بإيجاز شديد ما قامت به جامعة الدول العربية من جهود في هذا الشأن، حيث انخرطت الجامعة العربية ومنذ شهر يوليو من العام الماضي في حوار مباشر مع الحكومة السورية بهدف إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، وتقدمت على إثرها بالعديد من المبادرات، ومن ضمنها المبادرة بتاريخ 27 من أغسطس الماضي، والتي دعت إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون السوريون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، على أن يتم تداول السلطة فيه بشكل ديمقراطي. كما اتخذت الجامعة قرارات عدة، من أهمها قرار بإيفاد فريق من المراقبين العرب إلى سوريا للتأكد من قيام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، التي وافقت عليها الحكومة السورية وتعهدت، أكرر، وتعهدت بتنفيذ بنودها بتاريخ 2 نوفمبر الماضي. إلا أن كل هذه الجهود وللأسف الشديد لم تفلح في وقف أعمال العنف والقتل وفي حمل الحكومة السورية على تنفيذ تعهداتها، الأمر الذي فرض على جامعة الدول العربية أن تتخذ عدة تدابير عقابية
ضد الحكومة السورية، من ضمنها وقف مشاركتها في اجتماعات جامعة الدول العربية ومختلف أجهزتها، وإجراءات أخرى خاصة بالمقاطعة الاقتصادية. وبكل أسف لا بد من الإقرار بأن الجهود والمبادرات والتدابير التي اتخذتها جامعة الدول العربية خلال الفترة الماضية بما فيها إفادة المراقبين العرب لم تفلح في تحقيق النتائج المرجوة وفي وقف أعمال العنف ووضع الأزمة على مسار الحل السياسي. وفي ضوء عدم نجاح تلك الجهود كان لزاما على جامعة الدول العربية طبقا لأحكام المادة 52 الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أن تلجأ إلى مجلس الأمن. وتبنى المجلس خطة النقاط الست للمبعوث المشترك السيد كوفي أنان لتكون هي الإطار التي اجتمعنا جميعا على توفير كل الدعم له، رغم إدراكنا التام أنه من دون التعاون الجدي من قبل الحكومة السورية وتخليها عن خيار المعالجات الأمنية والعسكرية لا يمكن لهذه الخطة أن تصل إلى مبتغاها. السيد الرئيس، لقد تدارس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في اجتماعه الأخير بالدوحة في الثاني من هذا الشهر مستجدات الموقف الراهن، واستمع إلى تقييم السيد كوفي أنان حول ما آلت إليه الجهود المبذولة لتنفيذ خطة النقاط الست. وخلص المجلس في قراره رقم 6507 إلى التأكيد على ما يلي: أولاً، التنديد بالانتهاكات والجرائم التي تواصل القوات النظامية وغير النظامية التابعة للحكومة ارتكابها ضد المدنيين السوريين، وآخرها المجزرة الرهيبة التي وقعت في منطقة الحولة، والتي تشكل خرقاً سافراً لتعهدات الحكومة السورية بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن في هذا الشأن. ودعت الجامعة العربية لتمكين لجنة التحقيق الخاصة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان من أداء مهمتها في الكشف عن منفذي مجزرة الحولة وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية. وهنا أود التأكيد على ضرورة إنفاذ المساءلة الجنائية ومعاقبة جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في سوريا. ثانياً، دعوة جميع الأطراف المعنية للتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته، والتأكيد على ضرورة إلزام الحكومة السورية بطبيعة ومرجعيات مهمة المبعوث المشترك وفريقه باعتباره المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، واستنكار موقف الحكومة السورية من رفض استقبال نائب المبعوث المشترك الدكتور ناصر القدوة. إن مهمة المبعوث المشترك قررتها هذه الجمعية العامة وأقرها مجلس الأمن، ولا يقبل ولا يجوز سياسيا ودستوريا لأي طرف أيا كان هذا الطرف أن يشكك أو يحاول إدخال تعديل على طبيعة هذه المهمة. ثالثا، دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري أيا كان مصدر مرتكب هذه الجرائم، بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سوريا كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين السوريين ووضع حد الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكب ضدهم. كما دعا قرار مجلس جامعة الدول العربية المشار إليه، وهنا أقتبس حرفياً ما جاء في النص بداية الاقتباس: دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك السيد كوفي أنان في إطار زمني محدد، بما في ذلك فرض تطبيق خطة النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفاً جزئياً أو كلياً، وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية. انتهى الاقتباس من نص القرار الذي صدر في الثاني من هذا الشهر في اجتماع مجلس وزراء جامعة الدول العربية في الدوحة.
السيد الرئيس، كما يتضح من هذا النص فإن مجلس وزراء جامعة الدول العربية لا يدعو، وأود أن أكون واضحا هنا، لا يدعو مجلس الأمن للجوء أو استخدام القوة أو الخيار العسكري، ولكن مجلس وزراء جامعة الدول العربية يطلب أو يطالب باستخدام وسائل الضغط السياسية والاقتصادية والتجارية التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة والتي نصت عليها المادتين 40 و41 من الميثاق. وفي هذا السياق قرر المجلس الوزاري الطلب من إدارة القمر الصناعي العربي والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى ما سبق للمجلس أن اتخذه من إجراءات دعا فيها الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق ووقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية. ودعت الجامعة كافة الدول إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن. السيد الرئيس، إن المسؤولية السياسية والإنسانية الملقاة على عاتق الدول الأعضاء في مجلس الأمن تفرض علينا جميعا اتخاذ الموقف الحاسم والتدابير الفورية اللازمة لفرض تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بموجب خطة النقاط الست التي قبلتها وأعلنت قبولها لها، والإشراف على وقف جميع أعمال العنف وقتل الدائرة الآن في سوريا، والتي لا يمكن السكوت عنها، والتي سوف يكون لها تداعيات خطيرة على المستقبل السياسي لسوريا وأمن المنطقة بأكملها واستقرارها. ومن ناحية أخرى، وفي إطار البحث عن حل سياسي سلمي للأزمة السورية، تواصل جامعة الدول العربية جهودها واتصالاتها مع جميع أطراف المعارضة السورية من أجل توحيد رؤيتها ومواقفها إزاء استحقاقات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك بلورة أفكار تتعلق بتيسير الانتقال السلمي للسلطة. وفي هذا الشأن طالب مجلس جامعة الدول العربية جميع أطراف المعارضة بتخطي خلافاتهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتجاوب الفوري مع الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل عقد اجتماع يضم كافة أطياف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، والذي أرجو أن يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة. السيد الرئيس، إن الأزمة الطاحنة التي تعاني منها سوريا منذ أكثر من عام، والتي اندلعت كثورة شعبية سياسية سلمية لها تطلعات ومطالب مشروعة، مثلما حدث في تونس، مثلما حدث في ليبيا، مثلما حدث في مصر، مثلما حدث في اليمن، والتي هي بالأساس شأناً سورياً داخلياً يعود إلى الشعب السوري وحده تقرير مستقبل مساراته. تحتاج اليوم هذه الأزمة الطاحنة تحتاج اليوم، وبعد أن تحولت إلى أزمة عربية ودولية تهدد ليس فقط أمن سوريا واستقرارها، وإنما أمن المنطقة بأكملها بسبب تصاعد أعمال العنف والقتل وازدياد عدد الضحايا الأبرياء الذين يسقطون كل يوم من أبناء الشعب السوري. ولكن أيضا أقول هذه الأزمة تنذر باتساع دائرة الصراع وتهديد السلم والأمن في المنطقة، ومن ثم تهديد الأمن والسلم الدولي. ولا شك أن دول المنطقة العربية وآلياتها الإقليمية هي جامعة الدول العربية هي المنوط بها تحمل الدور الرئيسي في العمل على حل تلك الأزمة حلا سياسيا سلميا، إلا أن ذلك الدور لا يمكن أن يتحرك في فراغ، بل يجب أن يكون مدعوما بقوة من المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة وممثلا في مجلس الأمن. وأشكر الجمعية العامة على إتاحة هذه الفرصة لجامعة الدول العربية لتحيطكم بموقفها ورؤيتها في هذا الموضوع. أدعو سيادة الرئيس إلى دعم وتأييد الإجراءات التي اقترحتها النقاط الست لإنهاء هذه الأزمة والوصول إلى حل سياسي سلمي يحقق في المقام الأول تطلعات الشعب السوري في حياة كريمة في ظل نظام ديمقراطي متعدد يعيش فيه جميع أفراد الشعب في حرية وعزة وكرامة. سيد الرئيس، أختم بالقول إن الشعب السوري يتطلع إلى اجتماعنا اليوم، وأتمنى أن نمنحه الأمل
في أننا قادرون على مساعدته لكسر دائرة العنف ووضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي المفضي إلى تحقيق طموحاته في الحرية والتغيير الديمقراطي. وغير مقبول سياسيا وغير مقبول إنسانيا أن يخذل المجتمع الدولي الشعب السوري في محنته. وكما أشرتم سيادة الرئيس في كلماتكم البليغة منذ دقائق، إن مصداقية الأمم المتحدة الآن على المحك. وشكرا.